السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. تعالوا مع بعض النهاردة، هعرض عليكم المشكلة وانتوا تحكموا او تدوني رأيكم، وبصراحة محتاجة رأيكم بأمانة. احنا طبعا انتوا عارفين ان انا من محافظة من محافظات الصعيد، فانا معايا الحمد لله بنت اسمها مريم. ستها او حماتي اللي هي حماتي يعني مصرة تعمل لها ختان البنات. انا بصراحة كنت ناسي الموضوع ده خالص وما بفكرش فيه، انما جات الايام اللي فاتت دي مصرة ان احنا نعمل لها ختان البنات، وانا صراحة مش عارفة اعمل معاها ايه. بصراحة في عملية شد شديدة بيني وبينها. هي عايزة تعمل وانا بقول لها لا. هي طبعا زي ما انتوا عارفين من الدقة القديمة ومن الجماعة اللي هم قدام شوية، فهي عايزة تعمل ختان البنات. وانتوا زي ما عارفين ان احنا هنا في محافظات الصعيد كلها لازم نعمل العملية دي، او يعني لازم نقوم بيها. لو ما قمناش بيها يعني بيقولوا علينا مش كويسين. انا ما اعرفش طبعا راي الجماعه اللي هم في القاهره وفي الجيزه والجماعه دول، رايهم ايه او ختنوا بناتهم ولا لا. بس انا بسالكم سؤال بالامانه وعايزاكم تدلوني وتساعدوني. يا ترى كل الناس اللي هي انا يعني مشتركه عندي في القناه او مش مشتركه تديني رايها ختنت بناتها ولا لا، وازاي اقنعت حماتها. انا حماتي صراحه زعلانه مني جدا، وصراحه مش عارفه اعمل ايه. حتى باباها يعني اللي هو جوزي ابو يوسف محتار مش عارف يعمل ايه. فانا محتاره، يا ريت واحد فيكم او حد فيكم يعني يقول لي اعمل لها ختان وراضي ستها ولا ما اعمل لهاش. ويا ترى بعدين هتحاسب اذا عملت لها ولا هتحاسب اذا ما عملت لهاش. انا بصراحه تعبانه، يا ريت حد يرد عليا، وبالذات الجماعه اللي هم قريبين المحافظات اللي هي جنبي يقول لي ايه رايهم وعملوا ايه مع بناتهم ومع حمواتهم. زي ما انتوا عارفين الجماعه اللي قدام دول يعني شديدين شويه، فياريت تردوا عليا. ده كان فيديو النهارده، او معنى صح مش فيديو. انا حبيت بصراحه استشيركم واعرض المشكله بتاعتي عليكم، فياريت تردوا عليا. ده كان موضوعي او مشكلتي، عايزاكم تردوا عليا وتقولوا لي اعمل ايه مع حماتي. ارد عليها ازاي او اعملها وخلاص ولا ايه؟ انا بصراحه مش عارفه محتاره. يا ريت حد فيكم يريحني. وزي ما انتوا عارفين انا بحب اخد ارائكم والله العظيم يا جماعه. مش حكايه فيديو ولا حكايه ان انا بعمل فيديو، لا. انا بصراحه من كتر التعب مش عارفه اعمل ايه. فقلت الجا ليكم بعد ربنا طبعا، واشوف ايه يعني ايه رايكم. اكيد الاراء والكلام اللي هنتكلمه مع بعض او تعليقاتكم فيها اكيد اللي هيفيدني. فاكيد او فيا ريت يا ريت تردوا عليا، يا ريت. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.